السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مقارنة. بالنسبة لي أنا دول أكتر سلاحين أنا ما بفرطش فيهم بصراحة. الريتاي بي تي 26 والإيكول جاكال. طيب احنا ليه بنقارن ما بينهم؟ برضو انا شايف ان الاتنين بيضربوا اوتوماتيك. انا دي ميزه عندي. انا واحد من الناس احترت ما بينهم اجيب ايه ولا ايه. انا في الاخر يعني استقريت على الاتنين لان الاتنين متقاربين جدا. ده فيه ميزه وده فيه ميزه، مش يعني الاتنين شايلين بعض. طيب احنا هنقارن برضو عشان لو حد محتار زي ما انا احترت. هما الاتنين كان بالنسبه لي انا كنت بختار حاجه بتضرب متعدد، فاحترت ما بين الاتنين دول. خصوصا ان الزراكي سعره عالي شويه، زراكي 925، فدي كانت اقرب حاجه. وكان معايا برضو الزراكي. بس خلينا دلوقتي في الايكول جاكال والريتاي بي تي 26. طيب احنا واحده واحده. هو الاثنين دلوقتي دي بتضرب ترك. الاثنين البلد المنشأ تركيا، كده كده الاثنين تركيا. فخلاص دي ما فيش غبار عليها. دي بدن تركي او مكتوب عليها، وكذلك الريتاي ميدن تركي. طيب احنا عندنا دلوقتي برضو الاتنين بيضربوا 9 مللي. الريتاي بي تي 26 بتضرب 9 مللي وده بيضرب 9 مللي. طيب تمام. احنا عندنا دلوقتي التصميم والشكل. انا بالنسبه لي واحد من الناس ده طبعا قريب جدا من الجلوك المسدس الحي. فهو يعني هو كده ده منظر طبنجة حي. طيب مفيش مشكله. طيب بالنسبه للكيو جاكال برضه نفس الموضوع، ده قريب برضه. ما هو اللي هي الحلوان والمسدسات الجيش عموما بتكون، او المسدسات العسكريه بتكون الشكل ده. فده انا بالنسبه لي انا بحس ان ده هجومي اكتر الايكول جاكال. فانا واحد من الناس انا بحبس بصراحه الاشكال القديمه دي. فده بالنسبه لي ايه، بياخد عندي بونطه كده. فانا بالنسبه لي في الحته في التصميم ممكن يكون ايكول جاكال. طيب احنا عندنا برضو في الجوده، لو انت هتقارن ما بينهم في الجوده، انا واحد من الناس انا اتعاملت مع ده كتير وده كتير. انا بصراحه بحس ان الريتاي جودته احسن. ممكن ناس تختلف في الموضوع ده وتقول لك لا، ولكن انا بالنسبه لي الريتاي بحس ان جودته احسن. حتى في الاستخدام بيكون احسن، والصيانه والكلام ده كله انا بفضل الريتاي. وبرضه كنت عامل فيديوهات قبل كده عن فك وتركيب الريتاي، سهل جدا وبسيط. انا بصراحه بستبسطه. كان بالنسبه لي الريتاي يكسب في الجوده. طيب احنا عندنا دلوقتي في حاجه مهمه قوي، الاثنين بيضربوا صوت. طيب انا بالنسبه لي الاثنين ضربت بيهم. الايكول جاكال صوته اعلى من ريتاي. تمام. طيب احنا برضو واحده واحده. احنا دلوقتي ده طريق ده كده بيضرب اوتوماتيك، كذلك عشان تضرب بيه اوتوماتيك بترفع ده. فالاثنين دي الطريقه اللي بتضرب بيهم اوتوماتيك، او تعرف ان هو بيضرب اوتوماتيك ولا لا. فانا بالنسبه لي في الصوت اللي يكسب الايكول جاكال. طيب انت عندك طب كسعر الفئه السعريه برضو، عشان برضو لما تيجي تقارن، لا هو الريتاي اغلى. لو انت نزلت في السوق الريتاي اغلى. فانا حبيت كده ايه مقارنه سريعه ابين لكم السلاح تبصوا عليه كويس. راجع نفسك براحتك. ولكن انا الاتنين بصراحه ما بفرطش فيهم، عشان يعني انت لو حاجه وقعت قدامك بسعر مناسب خلص فيها. الاتنين جمال وهيعيشوا معاك بصراحه. الاتنين صوتهم جميل جدا. الاتنين بيضربوا اوتوماتيك تحفه. عن تجربه ضربت بده وضربت بده وبقالهم فتره معايا بصراحه. الاتنين كويسين. فانت قارن وشوف انت انسب في ايه. هما الاتنين اهم جنب بعض. ده اخف في الوزن، لو انت برضو عشان تبقى عارف برضو ده اخف في الوزن وده اتقل. يعني باين قوي فرق ملحوظ في الطول والكلام ده كله. الريتاي عشان تبقوا عارفين برضه، انا الايكول جاكال قبل كده كنت راجعت من كذا مناسبه وما صينتوش، ما فتحتوش وصينته، عمل معايا مشاكل، قرفني في صيانته. بعد كده الريتاي انا عملت بيه برضو مناسبتين مثلا وجيت صينته في الثالثه ما تعبنيش قد ما الايكول جاكال برضو تعبني. فدي برضو ممكن تكون نقطه قوه للريتاي بي تي 26. بص، هو في المجمل عموما انا بعد اللي انا قلته ده كله شايف ان الريتاي بي تي 26 يكسب الايكول جاكال. وشكرا. وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية ومقارنات تانية في كذا حاجة قدامي هعملها لكم. وادعموني كده باشتراك. وان شاء الله اي حد عايز اي حاجة يكتب لي في الكومنتات وهعملها لكم.